السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المشاهدين، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحه، لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير والف خير ان شاء الله. واش مبروكه بالصحه والسلامه والرزق وراحه البال يا ربي، امين. اليوم ان شاء الله نقدم معكم، غنبدا معكم ان شاء الله طريقه ديال الزميته ديالي ولا ديال سلو ولا ديال السفوف، كل واحد وكي كيقول له. كلشي كيقول له سلو، السفوف، الزميته. عندي 2 كيلو ديال الشعير، دابا مشيت عبرتها وجيت. هذا الشعير 2 كيلو ديال الشعير، طحنته وغربلته مزيان ومازال باش غنحمرو ان شاء الله نولي نغربلو. وعندي القمح، هذا القمح هانتوما كتشوفوا انا ما كنديرش الفرص، راني شاركت معكم الغسيل ديال القمح وديال الشعير. هذا القمح حتى هو عبرته في المحل. عندي 2 كيلو ديال الشعير و2 كيلو ديال القمح، غنحمرهم ان شاء الله في الكوكوت، ما غنحمرهمش في الفران هكا. في التحميره ديال الكوكوت كتجي زوينه. بسم الله على بركه الله. غنحمر ان شاء الله هاد الطحين ونرجع معاكم. ها هو الشعير فاش تحمر، هو كيحتاج شويه ديال التحمير. تكون شي كوكوت عندكم هكا قديمه وتحركوا هكا في الكوكوت غير كيتحمر في البلاصه. استمروا هكا بالتحرك باش ما يتحرقش. صافي غنستمر هكا ان شاء الله ونرجع معاكم. دابا فاش حمرت الطحين، عندي هنايا كلشي عندي منقع. عندي هنايا حبه حلاوه، عندي 2 كيلو ديال الزنجلان، هنايا كيلو ديال اللوز فسختو من القشره ديالو وحمرته، كيلو خليته بالقشره ديالو وحمرته. عندي القرفه، اللان، المسكه الحره، حبه حلاوه ها هي. عندي يطرو، غنعبر يطرو ديال زيت العود ها هي، وغنخلط بها هي وزيت الروميه. عندي كيلو ديال الكلاصي. انا غنطحن هادشي ان شاء الله ونرجع معاكم. هاد اللوز هذا غنطحنو مزيان حتى يولي غبره. الزنجلان حتى هوايا هذا غنطحنو مزيان. هذا اللوز هذا غير غنفرفشو، غير غنهرسو شويه وغنخليه يعني باين في المضغه. حبه حلاوه والنافع واللان سميتو باش ما يجوش في المضغه باينين، غنلينهم غنطحنهم مزيان. الزنجلان هذا مازال عندي في السطر، حتى هو منقي بحال هذا. ها هو غنديرو هكا، غنطحنو ما حتى شي حاجه. هذا غنديرو هكا. وداك اللوز اللي قلت لكم غيبقى فيه المضغه فيه التهرميشه باش يجي باين في السلو. ماشي ضروري كل واحد والرأي ديالو. كاين اللي كيبغي يطحن كلشي، كاين اللي كيبغي يخلي هادشي غير مفرفش. وانا شنو ما درت انا معكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. دابا غنبدا في الطحين. فاش حمرت الطحين وساليت غنبدا نحمر نطحن. هي هذيك دارت تحمر العقل. بسم الله على بركه الله. دابا غنطحن الزنجلان. بسم الله. صافي دابا طحنت كلشي. حبه حلاوه والنافع واللان، قرفه. هذا اللوز اللي بقشرته هانتوما كيجي. هذا الزنجلان كيلو طحنته.
وكيلو غنخليه هكاك. هذه المسكه الحره. دابا هذا هو الطحين اللي حمرت، القمح والشعير. ندير النواشف هما الاولى. بسم الله على بركه الله. ندير اللوز، الزنجلان، ندير 4 كيلو ديال الدقيق. ملي كنحمروها راه كتقلال، كتولي غير 3.5. انا الطلبيه اللي جاتني بغاو الا في السلو ديالهم. هانتوما ندي هنا 4 ديال الايلان، حمرتها شويه وغربلتها مزيان ما يبقاش فيها هذاك. غندير 4 د المعالق ديال حبه حلاوه. انا كنعمر المعلقه مزيان، معلقه راها كبيره، ها نتوما ديروا غير المعلقه اللي صغر من هذه شويه. المهم عندي هنا 4 د المعالق راني عابراهم. ربعة المعالق ديال النافع، ندير 4 المعالق ديال القرفه، عندي المسكه الحره، قبيصه ديال الملحه، بسم الله على بركه الله. دابا غنبقى ندخل هذا الزنجلان واللوز والدقيق. الكوموند هذا ان شاء الله غيمشي لفرنسا ان شاء الله باذن الله. هو اللوز اللي حمرته وغير فرفشته، هو هذا فاش صافي دخل الخليط وفي الطحين. المهم ساجمت هادشي نتوما كتشوفوا. ندير هاد اللوز، واحد السيده اللي عطاتني هذه بغات اللوز يبقى هكا فيه المضغه، كتحس بالمضغه ديال اللوز. وهذا كيلو ديال الزنجلان. بسم الله. تبقاو هكا من الاسفل للاعلى. عاوتاني خلطوا كلشي وعاد نديرو ان شاء الله زيت العود. دابا غندير سكر كلاصي كيلو، ما غنديروش كله حتى نشوف. فيه كلشي طبيعي، كي الشعير، اللان مزيانه للعظام. المهم فيها كلشي زوين صحي. دابا غندير زيت العود. بسم الله على بركه الله. وهذه زيت المائده ديال لو سيور، هذه راها طايبه مغليه ومعاوده.
غنخلط عاوتاني وغنشوف. بسم الله. وزيت زيت العود راه حلوه ديال هذا العام. ايوا صافي. دابا فاش دلكت الزميته ديالي مزيان ودخلت فيها القوام نتوما كتشوفوا صافي. دابا كنعمر هنايا في الطاسات. عمرت هادو من قبل. جا فيها القوام كتر ما الطحين. صافي غنستمر هكا ان شاء الله حتى نعمر هاد الطاسه ونرجع معاكم. صافي عمرت 3 ديال الطاسات ها همايا. غنزوقهم ان شاء الله باللوز نوريكم الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي حبيب ديالي نتوما كيجا. هذا خليته غير هكا بحال هذا الشكل هذا. هما بغاو بحال هكا ماشي انا اللي. ونتمنى من الله يكون هادشي واضح. هذا بغاو كلشي فيه بلدي بحال هذا الشكل هذا. كما قلت لكم جايب القمح جايب الشعير الزنجلة البلدي حتى هوايا. زوقته بهذا اللوز هذا حتى هو بلدي. تنسونيش اخوتي من داك لايك ديالكم لي زابوني. وما كرهتش تبارطاجيو مع حبابكم صحابكم اصدقاء ديالكم. كيبقى عليكم فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.